السلام عليكم. الحريرة المغربية التقليدية كتختلف الطريقة ديال التحضير ديالها من كل منطقة، لكن الإضافات اللي كيداروا ليها كذلك، لكن فيها الأساسيات ديالها في المكونات ما كنغيروهم شيء باش كنبقاو محافظين على داك الطابع التقليدي في الحريرة. فغادي نشاركها معكم بجميع المكونات ديالها بطريقة شوية سريعة، وفي نفس الوقت بعض الإضافات زادوا ليها بنة في المذاق. فهنا من الأساسيات ديالها البصلة ومطيشة، غادي نذكرهم بالتفصيل في التحضيرات ديالهم. هنا حتى التوابل ديالها اللي كيكونوا الأساسيين فيها. غادي نطحن المطيشة والبصلة في الخلاط. بالنسبة للمطيشة إلا سلقناها بالقشرة ديالتها راه كنطحنوها مزيان باش ما كتبانش لنا القشرة هكايا في الطياب ديالها، لأن راه إلا ما تطحناش مزيان واخا تطيب راه كتبقى باينة. هنا حيدت ليها القشرة وخليتها غير بالسريعة وطحنتها الكمية على حسب الكمية اللي بغينا، غير ما كنكتروش باش ما كتجيناش محمضة بزاف. واحد الحبة متوسطة ديال البصلة كنضيفوها. الحلاوة ديال البصلة مع الحموضية ديال الطماطيشة كيجيو متوازنين. كنديرو قزبور ومعدنوس والكرافس من الأساسيات ديال الحريرة. من الافضل يكونوا طريين، ما كنديروش فيها ديال المجمد، خاصه القزبور ومعدنوس. هنا ربيطات متوسطين كناخذوا منهم واحد القياس قليل باش كنديروا في التدويره في الاخر، ما كنطحنوا شيء غير كنقردوهم مزيان. هادو غادي نطحنهم مع مطيشه والبصله. بهذه الطريقه كيكونوا سريعين في التوجد ديالهم. كنطحنوهم مزيان بواحد الكاس ديال الماء باش كنساعدوا الخلاط انه يطحنهم مزيان. بعد ما كيوجدوا غادي نديروهم في الطنجرة على نار كتكون متوسطة. هنا داك الكاس ديال الخلاط غادي نشلو بشويه القياس ديال الماء فاش غادي يطيبوا، ما كنكثروش ليها الماء في الاول. كنديروا الحمص اللي يمكن لينا نديروه بالقشره ولا بلا قشره. عندي واحد الكاس قياس كاس العنبر طبتو عطاني داك الكميه، كنرطبوه مزيان باش كيسهل في الطياب. قطع ديال اللحم ولا حتى العظيمات كيبقاو اختياريين، لكن الا كانوا موجودين راه كيزيدوها في المذاق بنه. وهادو التوابل اللي تتعطي فيهم الحريره التنسيم ديالها كيجيو بها مميزين وكيكونوا اساسيين. الخرقوم البلدي والابزار وكذلك السكنجبير. كنكتروش الابزار في الحريره باش ما كتجيناش حاره. هنا بالنسبة للسمن الحار واحد ملعقة صغيرة كيبقى اختياري، لكن الا كان موجود راه كنضيفوه كيزيد ليها في المذاق بنة. الا ما حبيناش التنسيم ديالو اللي تيكون قوي تنديروه في هذه المرحلة في الاول. وبالنسبة للزيت كنديروا القياس ديالها. الحريرة ما كتبغيش اللي دام يكون فيها كتير، والقياس ديالها في الملحة. غادي نخليو كلشي كيطيبوا على نار كتكون متوسطة. وغادي ندوزو باش نحضروا التطويره ديال الدقيق، اللي الكميه ديال الدقيق على حسب الاختوريه اللي بغينا في القوام ديال الحريره. ما كنكتروش منه باش ما كتجيناش ثقيله. كاس ونص تقريبا قياس كاس العنبه اللي درت هنايا. كنخلطوهم. غادي نضيف معاه واحد شويه من مطيشه ديال الحك. مطيشه ديال الحك القياس ديالها على حسب اللون اللي بغينا في الحريره، وكذلك الحموضيه ديالتها. وحتى هي ما نكتروش منها باش ما كتجيناش محمضه بزاف. غادي نخلطوه مزيان بالماء غير عادي ديال الروبيني، ما كنديروش فيه الماء سخون. وبالطراب اليدوي تيتخلط مزيان، ما كنحتاجوش اننا نصفيوه. وهنا مني كنوجدو كنخليه واحد شويه باش كيرتاح وكيتجانس لينا مع هاد المكونات ولا مع الماء، كيجي افضل. كنخدموه شويه ثقيل ما تيكونش جاري. وفي الاصل ديال التدويره ديال الحريره راه كانوا كيخدموها بالخميره البلديه، كتجي بها مزيانه. غير هي الخميره البلديه في وقت البرد كتكون شويه صعيبه انها كتخمر، لان كتحتاج الوقت باش كتخمر مزيان. صافي هنايا كنرجعوا للطنجره. ملي كنلقاو الحمص طايب صافي راه هاد المكونات راه تيكونوا واجدين. هنا راني رويت القياس ديال الماء فاش غادي ندير تدويره. كنخليوه حتى كتطلع فيه الغليه مزيان، عاد كنضيفو التدويره ديال الدقيق. ضروري ان يتغلى لينا الماء مزيان، عاد كنضيفوه باش ما كيتعجنش لينا ولا يتكور.
كنحركوه باستمرار هكايا حتى كطلع فيه الغلية. عاد كنبداو نحركوه مرة ضروري من هاد المرحلة ملي تنخويو التدويرة ديالتنا تنبداو نحركوها مرة حتى كطلع فيها الغلية مزيان على نار كتكون مجهدة. هنايا كنجهدو ليها النار حتى كطلع فيها الغلية. هذه كنديرو نار متوسطة. وهنا بالنسبة للعدس الا رطبناه على اتساع راه كنضيفوه غير مع التدويره ديال الدقيق راه سيطيب وكيجي مزيان. ولا ما كانش عندنا مرطب راه كنديروه في الاول مع الحمص. وضروري اننا نخليو التدويره ديال الدقيق طيب مزيان. ملي كيطيب فيها الدقيق راه تيعطي فيها مذاق زوين في الحريره. صافي كنخليوه حتى يطيب الدقيق هكا وكتختفي ديك الكشكوشه ديال الدقيق. عاد كنضيف له واحد التنسيم ديال القرفه ملعقه صغيره كاضافه كتعطي فيه لون ومذاق. كتجي بها مزيانه. كنحركوها مزيان باش كتذوب لينا. وملي كيطيب لينا الدقيق عاد كنضيفو واحد الكميه قليله من الشعريه ولا غطينا الطنجره راه كنخليوها مبسمه شويه وكنخليوها غير كطيب الشعريه. في هذه المرحله راه كتكون واجده مع اضافه ديال القزبور ومعدنوس. هنا درت فيها حتى الوريقات ديال الكرافس فرمتهم مزيان. واللي ما تيحبش فيها التنسيم ديال الكرافس في الاخر يكتفي فقط غير بالمعدنوس راه كيعطي فيها تنسيم زوين وكإضافة كتعطي فيها منظر زوين في الواجهة ديالتها وكتجي بها مزيانة. ضفت ليها واحد الحبة ديال البيضة اللي كنطربوها مزيان وكنضيفوها غير مع ديك السخونية ديال الحريرة راه كطيب. كنحركوها صافي. هنا بالنسبة للحريرة كتكون واجدة. كنشوفوا الخسورية ديالتها الا كانت ثقيلة كنزيدوا ليها واحد شوية من الماء يكون سخون وكنذوقوا المذاق ديالها ديال الملحة. صافي كتكون واجده كما كتشوفوا اللون ديالها راه كيشهي. كتجي بنينه منسمه بالتنسيمات ديالها مع الاضافات اللي ضفنا ليها والاساسيات ديالها كاملين حضرتهم معكم وعطاتنا واحد النتيجه فيها رائعه في البنه. صافي وكنقدموها وهي سخونه. ومن الافضل نقدموها مع شويه من القوام ديالها وشويه من المرق ديالها باش كتجينا متوازنه في التقديم. بهذيك الطريقة المغرفة الأولى كندير فيها شوية من القوام ديالها وما تبقى كنديرو المرق ديالها. كتجي مزيانة في التقديم ديالها بديك الطريقة. أنا كنفضلها هكاك وكيبقى تقديم اختياري. أهم شي أن فيها مذاق مميز كتجي منسمة لذيذة وسهلة وسريعة في التحضير ديالها. فبالصحة والراحة وإلى ملتقى آخر إن شاء الله. مع السلامة.